لسه مخلصة الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لمسلسل حلم أشرف، وتعالوا نتكلم مع بعض عن المسلسل ده شوية. أول حاجة، أنا كنت عاملة فيديو قبل كده شارحة فيه القصة والأبطال. في الفيديو ده أنا عاوزة أركز على الرأي في الموسم الأول والحلقة الأخيرة بالذات. تعالوا نتكلم إيه اللي عجبني في الموسم الأول وإيه اللي معجبنيش فيه. كان ذكاء من شطاي جدا إنه يعمل شخصية أشرف تك. فكرة الشخصية نفسها، الستايل بتاعها، كل ده كان عامل أساسي من عوامل نجاح المسلسل. ومن الحاجات برضو اللي حبيتها قوي في المسلسل، تقريبا كنت بتفرج على المسلسل عشانها، هما الشخصيات اللي كانوا عاملين اخواته. نيجي بقى للي ما عجبنيش، العلاقة ما بين شتاي ودمت او اشرف ورؤية. هل بجد كان في انسجام في الدور؟ صراحة اقدر ادي الموضوع 50%. في لحظات كنت بحس ان الاتنين عاملين مشاهد لذيذة قوي مع بعض، لحظات كنت بحس لا، انا حاسة ان مفيش تمثيل شوية. قفلة الموسم الاول، اي حد بيتفرج على اي مسلسل تركي بالذات لانه بيقعد كتير قوي يتفرج عليه، استنى في الحلقة الأخيرة إن يتكشف سر أو سرين على الأقل من كل الأسرار اللي في المسلسل. يعني أنت في آخر حلقة ما اكتشفتش إن هي رؤية، تمام، اكتشفتش العلاقة اللي ما بينها وما بين بشرى. آخر حلقة ختمت إن أنت ضحيت بنفسك ودخلت السجن. أنا استفدت إيه؟ غير إن رتم آخر 3 حلقات من الموسم كان بطيء جدا. صراحة أنا شخصيا لسه محتارة في تقييم المسلسل ده. زي ما بقول لكم، مش عارفة إذا كنت حبيته قوي ولا لأ، هو ممل شوية. عاوزاكم انتوا كمان تقولولي شفتوا المسلسل ده ازاي، وهل شايفين ان هو حلو قوي ولا عادي.